عارف ايه اكبر دليل على اننا كبرنا؟ فاكر اقوى لاعب ايباد؟ وده موضوعنا النهارده. عايز اقول لك ان مفيش حاجه اسمها اقوى لاعب ايباد، ولا في حاجه اسمها اجمد لاعب محاكي، هي كلها وتنط من الشباك. ثم انت عايز تقنعني انك اقوى لاعب ايباد ازاي وانا دخلت عليك في وقت مش مناسب في اللايف بتاعك؟ كانت العيال شايلاك وبيحكوا على الحيطه. اجي ادخل اتفرج على فيديوهاته تلاقيه جايب سكوادات وعامل لقطات وهو راكب الحصان، وايه تقولش عثمان بن ارطغرل. تيجي تدخل اللايف بتاعه تلاقيه نور نجم بيلعب، والتاني بيقول لك انا اقوى لاعب محاكي. لا انت مش اقوى لاعب محاكي، انت بتلعب محاكي يعني انت واحد بيلعب ب 10 صوابع وشويه وتديني بالكيبورد في وشي. والنص بتوع المحاكي اصلا مفعلين، تلاقي المعلم بيفايت واحد على بعد 60 متر في المطار ويسيب الفايت خالص ويفتح سكوب على واحد في ميرامار مثلا. يعني هو يفتح السكوب على بوتي عيني طالع عرقان وماسك دماغه المبطوحه وحالته صعبه وهربان من الزون. يعني بالله عليك كيف شفته؟ هتلاقيه بيقول لك انا سمعت صوته. سمعت صوته وانا سامع زرطه. قال لك سامع صوته، سامع واحد. لا وبتوع المحاكي دول بيعملوا حاجه كده، بيخلوا نفسهم ينزلوا سيرفر الموبايلات. يعني تخيل واحد بيلعب 10 صوابع ضد واحد بيلعب بصباعين، كانك جايب سوبرمان يتخانق مع الرجل العناب مثلا. لا وكلها بقت كده بقى، يعني اي واحد مش